مدريد تشيز كيك عملته على طريقتي، طريقة سهلة وبدون بيض. فهنا عندي بسكوت مع الزبدة، حطيتهم في الصينية على ورق زبدة. بعدين بدأت في الخلاط أحط القشطة، وكمان حطيت اللبنة، وممكن ما تحطي لبنة نهائيا. حطيت علبة من الحليب المكثف المحلى، وعلبتين من الجبنة الكريمية، سكر وفانيليا. خلطتها كويس، بعدين حطيتها على البسكوت وراحت على الفرن مدة نص ساعة بحرارة 180 درجة على الحرارة السفلية. بعدين حمرتها من فوق عشان تاخد اللون المحروق هذا، وتركتها تبرد تماما في الثلاجة. بعدين قطعتها وقدمتها. تشيز كيك كريمي لذيذ، طريقته سهلة، ما يحتاج فيه أي تقنية ولا أي تعب. بس انتبه إني أنا ما أحطه بالفرن زيادة عشان ما يستوي زيادة عندي، فنص ساعة كفاية. وبالعافية.